السلام عليكم. في الفيديو هنكمل كلامنا في سلسلة From Teaching to Business أو من التدريس إلى البيزنس. معانا مشكلة جديدة بتحصل لما بتدخل سوق العمل كمدرس. بتشتغل كفريلانسر أو حر نفسك، مش شغال مع مكان. أحيانا زي ما بيكون في مشاكل مع الشغل اللي احنا شغالين فيه، وبيجي ولي الأمر يقول كلمة مش لطيفة. بيحصل ده برضو يمكن بنسبة أكبر شوية، عشان الكلاش هنا بيبقى ما بين المدرس وولي الأمر مباشرة. فأحد المواقف لأحد أصدقائي، كانت هي مدرسة كويسة جدا 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 وعظيمة ما شاء الله أخلاق وكشغل وكل حاجة. وكانت عاملة الأسعار بتاعة الدروس بشكل affordable، أو يعني هنقول إن هو كتكاليف ممكن يكون أقل من متوسط السوق بشوية، عشان خاطر رحمة بأولياء الأمور. فأحد أولياء الأمور، one of the mommies، يعني راحت قالت لها: هو أنتي ليه رخيصة كده؟ يعني بالرغم من ان التعبير مش لطيف بالمرة ولا يليق بانه يخرج من شخص كبير عاقل، يعني ولكن يعني هي المدرسة كانت شوكت من الكلمة. فطبعا هي مش بتقصدها كشخص، ولكن هي تقصدها يعني كأسعار، أو ليه الأسعار بتاعتها رخيصة كده. يعني هي بس الفريزنج كان مش أحسن حاجة، وإن هي ولية الأمر دي دايما بتتعامل بشكل بنوع من العجرفة. وللأسف دي حاجة بتحصل، لأن في الأول وفي الآخر أولياء الأمور بالرغم إن هم ماميز وداديز وكل الجو ده، ولكن يعني زي ما في ناس كويسة، في ناس مش أحسن حاجة، مش لطيفة في التعامل. طيب أنا بقى كمدرس اتحطيت في موقف زي ده، المفروض أتصرف إزاي لما يجي ولي الأمر يتكلم معايا بشكل متعجرف، أو يقول لي كلمة مش كويسة زي دي؟ هنا انا محتاجه اولا ان انا اكون هاديه. التعامل في المواقف دي لازم يكون في نوع من الهدوء، علشان خاطر ما يقلبش الموضوع بمشكله. فلو كلمة زي كده اتقالت، وده وارد وده حصل معايا بشكل ما، يعني مش بنفس الجملة بس. كان معايا دايما طالبة كده اللي هو بتشكك: هو انت ليه الكورس بتاعك مثلا أقل من أسعار السوق؟ هو ايه المشكلة في الكورس؟ فدايما لما الناس في ناس بتحط المقارنة ان لو السعر مش زي سعر السوق أو أقل، يبقى في حاجة غلط. فهنا انا ممكن اقول لها ببساطه شديده، يعني خليني اشوف النوتس بتاعتي. اولا، احنا دايما بنحاول ان احنا ما نوصلش للمرحله دي. دايما بيكون في الخطوات الاستباقيه، ان انا يكون دايما في حدود ما بيني وما بين ولي الامر، علشان خاطر ما يحصلش نوع من التعدي على الحدود دي. كده حاجه. الحاجه التانية ان انا دايما بشوف الاسعار بتاعت السوق عامله ازاي، وما بعدش عنها قوي، لان دي مش شطاره منك، ومش احنا كده جامدين قوي ان انا منزل الاسعار عن السوق وبحرق نفسي جامد، لان ده بيأثر بالسلب على البراند بتاعي. يعني هتيجي في فترة ما تيجي تلاقي نفسك مش عارف تعيش، فهتعلي الاسعار، فهتلاقي العملاء اللي معاك هيقولوا: لا، انا السعر مش مناسب، ده انت كنت عامله قبل كده اقل ومش عارف ايه، انت كده زودت كام في المية، وهيقعدوا يحسبوها لك بالورقة والقلم. فدايما بنعمل ماركت ريسيرش في الاول، ان انا بشوف الاسعار اللي انا حطاها هي بعيدة او قريبة قد ايه من السوق الفعلي. وده طبعا ان انا بروح اسأل في الاماكن المختلفة اللي بتدي نفس الحاجة اللي انا بديها بنفس الطريقه. يعني انت بتدرس، انت مدرس اونلاين وبتدرس مثلا انجليزي للاطفال. فانت محتاج تشوف مدرسين الاونلاين اللي بتدي الاطفال في المرحله العمريه بتاعتك بنفس نوع المناهج، او around it، بيدوا بكام، علشان خاطر ما تبعدش قوي عن حاجه زي كده. لو انت شغال اون سايت او اوفلاين، يعني في مكان ما، في المدينه بتاعتك، في البلد بتاعتك، فمحتاج تشوف المدرسين اللي بتدي نفس الحاجه ونفس المرحله العمريه بتاخد كام في اسعار الكورسات او الدروس بتاعتها. يبقى كده احنا ما ندخلش اصلا في الخطوه دي. طيب نفترض ان احنا حصل وكلنا بنلبس في الموقف ده، وجي ولي الامر او المامي وجت قالت كلمه زي كده: هو انت ليه السعر بتاعك مش عارف ايه، وانت انت ليه رخيصه كده، وكل الكلام دوت. يبقى انا هنا هعمل ايه بقى؟ اول حاجه، هو لازم الواحد يكون حازم زي ما انت بتكون حازم مع الطلاب بتوعك. مفيش اي مشكله اطلاقا ان انت تكون حازم مع ولي الامر، خصوصا لما يتعدى حدوده. انا هنا بتكلم عن اولياء الامور اللي ممكن تكون يعني في نوع من التعامل الغير لائق. فساعتها انت هتعمل ايه؟ هتقوم يعني لو
انا كمدرسه لو حد قال لي كده هقول لها يعني اولا دي مش طريقه لائقه ان احنا نتكلم مع بعض بالشكل ده، وده مش التعبير الصح اللي احنا نتكلم بيه او ان احنا نقوله لحد. ما ينفعش نقول لحد انت رخيصه كده ليه، ده مش دي جمله مش كويسه. فانت هتنقي لك جمله كده اللي هو ايه، احنا ما ينفعش نتعامل مع بعض بالشكل ده، وده مش التعبير الكويس اللي احنا نستخدمه في موقف زي ده، او ان انت عايزه تعرفي هو ليه الكورس بالتكلفه دي عكس الكورسات التانية، تقدري تساليني. فانا ممكن اقول لك ليه انا عامله الاسعار بالشكل ده. فدي كده ايه اول حاجه، اللي هو انا بحط الشخص عند حدوده كده، اللي هو انت ما ينفعش تتكلم معايا اصلا كده. النقطه التانية ان انا ممكن اقوم قايله والله انا عامله الكورس ده بالطريقه دي علشان خاطر في اولياء امور ممكن تكون قدرتهم الماديه ما تسمحش. يبقى انا كده خرجت من دايره ان انا اللي عندي المشكله ان الجوده بتاعت الكورس بتاعي مش احسن حاجه فعشان كده هو سعره قليل مقارنه بباقي السوق، الى ان لا والله علشان خاطر في اولياء امور هي اللي قدرتهم الماديه ما تسمحش. فهي طبيعي لما بعد اول جمله وبعدين الجمله التانية كده اللي هو ايه، المشكله عند الناس مش عندنا او عند اولياء الامور، فساعتها يوجولي يعني الناس بتقول والله كتر خيرك وخلاص وتسكت على كده. حسيت ان الشخص ده هو متعجرف قوي، تقوم مكمل عليها وتقوم قايل لها والله والفتره اللي فاتت دي اصلا كانت الاسعار القديمه وانا لسه ما عملتش تغييرات عشان خاطر زي ما انتم شايفين الظروف الاقتصاديه عامله ازاي والتعويمات والمش عارف ايه، فكده كده بدايه من الشهر الجاي او من الترم الجاي هيكون في اسعار مختلفه. طبعا انت هتيجي تقول لي طيب ما هي انا كده عملت مشكله، وانا كده ما عملتش مشكله، هي اللي جت اصلا وعملت المشكله، فبالتالي انا يكون ليا رد حازم علشان خاطر الموقف ده ما يتكررش مره تانية. هتقولي طب ما هي ابله بسمه، ما هي كده العميل هيمشي او ولي الامر مش هيعجبه الطريقه اللي انا اتكلمت بيها فهياخد بعضه ويمشي. اولا يلا مع السلامه، لان مش طريقه صح ان انا يبقى الرزق بتاعي جاي على كرامتي، لان يعني احنا رزقنا عند ربنا فهو اللي بيجيب لنا رزقنا، فمفيش حد هيذل نفسه للناس ورزقه هيجي. فبالتالي احنا يعني بنسعى وبنحط حدود وبيكون لينا كرامة. انت كمدرس لازم يكون ليك كرامة، ما تتوقعش ان الناس التانية هتحترمك علشان خاطر هي الناس لازم تحترم المدرس، الناس بتحترم الشخص اللي بيحترم نفسه. فيعني I'm sorry to say it like this، انت لازم تحط حدود احيانا مع بعض الناس علشان خاطر هم بيزودوها قوي. فدي كده حاجة. الحاجة التانية احنا مش بنتخانق، انت بتتكلم بشكل هادي ولطيف، و انت لا بتشتم ولا بتتعصب ولا بتعلي صوتك، بالعكس انت ممكن تكون اصلا مبتسم وانت بتقولي الكلام ده، فتبرجل الشخص اللي قصادك اللي هو يعني هو بيتخانق معايا ولا مش بيتخانق معايا، طب الكلام على ايه. وبعدين الحاجه الثالثه ان انا مش بستنى رد، يعني دي مش تنس ماتش او ان انا بقول الكلمه ومستنيه ان انت ترد عليا فانا هرد عليك، لا خالص، انا قلت الكلام اللي عندي وعن اذنك عشان انا ورايا شغل، واقوم واخده بعضي وامشي. طبعا هي لو مشيت فهي كده كده كانت هتمشي، لان هو الشخص مش مقتنع بالجوده اللي عندك او بالسعر اللي عندك فهيروح ويشوف مكان تاني. او ان في ناس هي فعلا لما بتيجي تحط لها حدود كده وتبقى حازم معاها في التعامل بيحترموا نفسهم وبيكملوا عادي جدا. في كل الاحوال هتكون انت الكسبان ان انت تطلع نفسك من موقف زي ده. فدي حاجة طبيعية ان هي بتحصل على طول. لو انتوا عندكم اي مشاكل زي كده بتحصل معاكم وانتوا شغالين in your own business او ان انتوا شغالين كفريلانسر او حتى لو شغالين مع شركات، فتقدروا تبعتوا لي المشاكل اللي بتقابلكم او الاستفسارات علشان خاطر نتناقش فيها في سلسلة From Teaching to Business. ما تنسوش تشوفوا اكتر من 100 كورس على قناة تيفل شيب خاصة بكل المهارات للمدرسين والقادة التربويين واللغة الإنجليزية. فشوفوا الكورسات، ولو عندكم أي أسئلة ابعتولي. شكرا ليكم، كان معاكم في الفيديو ده أبلة بسمة. السلام عليكم.